5 نصايح ذهبيه لو طبقتها هتعيش حياتك من غير دكتور عظام. اول حاجه لازم تظبط نسبه الكالسيوم وفيتامين دي في جسمك، لان المعادله بسيطه، عظم قوي يعني حركه اسهل. عشان كده لازم تاخد احتياجاتك اليوميه من الكالسيوم حوالي 1000 مللي جرام، واحتياجك اليومي من فيتامين دي حوالي 800 وحده تقريبا، وده يا اما من الاكل يا اما من المكملات الغذائيه لو الدكتور نصحك بيها. تاني حاجه لو انت فوق ال 50 سنه لازم تعملي فحص دوري لقياس كثافه العظام. عارفه ليه؟ عشان الكشف المبكر بيحميكي من الكسور المفاجئه اللي شائعه جدا في السن ده، يعني مجرد فحص بسيط لكن نتيجته بتفرق جدا. ثالث حاجه، ربنا خلق جسمنا محتاج لحركه، برغم انف الريموت جوبز والورك فروم هوم، الحركه لازم تكون اساسيه في يومك مهما كان روتينك او سنك. والحركه هنا على فكره ليها اشكال كتير، 20 دقيقه مشي، تمارين بسيطه، جري خفيف، او حتى تمارين مقاومه باوزان خفيفه. رابع حاجه الرياضه. الحركه البسيطه حلوه بس الرياضه احلى واحلى. الرياضه هنا مش الهدف منها ان انت تكون بطل اولمبي، احنا بندور على شويه مرونه وقوه، وتقدر تختار الرياضه اللي تناسبك، سباحه، ركوب عجل، او حتى يوجا. دي كلها رياضات بتحافظ على مرونه مفاصلك وبتقلل التيبس اللي بيحصل مع تقدم العمر. خامس حاجه، خليك عارف ان عدم زياده وزنك اولويه مش رفاهيه، لان كل كيلو زياده في وزنك بيضغط على مفاصلك بالذات الركبه والعمود الفقري، والضرر ده على المدى الطويل صعب جدا يتعالج. فحافظ على وزنك كانك بتحافظ على اغلى ما تملك، ودول اهم 5 نصايح عشان تحافظ على صحه مفاصلك وعظامك. فلو هكتب لك روشته سريعه يبقى فيتامينز زائد رياضه زائد تغذيه، عشان صحتك مش روتين، ده اسلوب حياه. ودمتم دايما في حركه وصحه.